بص، ما هو الاسبوع ده الماتشين يا صابت يا خابت، ما فيش حل تالت. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل ما نبدأ الفيديو، اللي ما صلاش على النبي صلى على النبي ووحد الله. ولو بتتفرج على الفيديو ده في وقت صلاة، روح صلي بعد كده ارجع اتفرج على الفيديو. بالنسبة لماتش اتحاد العاصمة اللي كان هناك في الجزائر، طبعا احنا عاملين فيديو كبير قد كده عليه، بس برضو نقول ملخص. الزمالك كان نازل بيلعب تحت الكرة، سايب الكرة للفريق المنافس وبيلعب على التحولات. طبعا شيكوبانزا هراهم تحولات، الزمالك هراهم تحولات، بس يعني ما كانش عندنا اللعيب المناسب اللي خلص. يعني لو اللعيبة كانت فايقة زيادة شوية عن كده، كنا ممكن نطلع معبينهم اجوان. طبعا شتان الماتش اللي هناك من اللي هنا ما بين الفريقين. طبعا اتحاد العاصمة هنا هينزل محافظ، هينزل تحت الكورة، يسيب لك الكورة. هيحاول يلعب على هيحاول يخطف واحدة كده، تحول كده سريع، يحاول يخطف بيه جون. بص انا اقول لك هتعمل ايه. فريق اتحاد العاصمة ما بيعرفش يتعامل مع الفرق اللي هي بتبني الكورة، اللي هي بتبني هجمتها من تحت، بتلعب كورة، بتلعب على الأرض. ما بيعرفش يتعامل معاها، ما بيعرفش يدافع قدامها. يعني من الآخر وعلى بلاطة، أغلب فرق الدوري المصري بتعرف تدافع أحسن من اتحاد العاصمة. وده بان في ماتش أولمبيك أسفي، وبان في الماتش اللي هناك بتاع الزمالك واتحاد العاصمة اللي هو كان هناك. يعني ايه يا محمد؟ اقول لك انا يعني الزمالك كل اللي عليه ان هو يلعب لعبه الطبيعي. الزمالك يلعب لعبه الطبيعي، يعني بلاش الكور اللي زي الخرا اللي بيلعبها حسام عبد المجيد، بلاش كور بالونية كل شوية كده. يلعب على الارض 1 2 3 1 1 2 كده. يعني الزمالك لو لعب كده هيكسب، لان هما ما بيعرفوش يضغطوا وعندهم عدم احساس بالمركز. يعني في فرق كبير ما بين خط الدفاع وخط نص الملعب، في فجوات ما بينهم. يعني من الاخر سلوجان الماتش ده: العدو الوحيد للزمالك هو الزمالك. تقولي مش فاهم، اقول لك من الاخر: الزمالك يلعب لعبه، يلعب على الارض بساط، يضغط على الفريق جامد، يضغط بالكورة قصدي، هيكسب. بلاش كور طويلة، بس كده. آه لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة وانت مش مشترك، وصلي على النبي واحمد ربنا على اللي رزقك بيه. سلام.